وبين المغرب وتونس اتفاقية جديدة وقعت اليوم في الرباط تهم مجال المحاسبة العمومية وتدعم في السياق التجارب المشتركة للبلدين فيما يتصل بترشيد النفقات العمومية وإرساء الحكمة الجيدة في القطاعات المالية والاقتصادية. حسن طباعي وسمير بركة. اتفاقية مغربية تونسية في ميدان المحاسبة العمومية تروم دعم تبادل التجارب والخبرات وتعزيز التعاون المشترك وإرساء الحكمة الرشيدة في المجالات المالية والاقتصادية. كما تعلمون نحن في إطار تقوية الاندماج المغاربي، وهذه الاتفاقية فهي ستمكن من تبادل الخبرات وكذلك تقوية التجارب في مجال المحاسبة العمومية، في مجال الشفافية وتطوير الحكمة الاقتصادية في بلداننا. عندنا خبرات وعندنا يعني زوز دولنا رائدين في مجال التصرف والإدارة المالية، ولكن في نفس الوقت عندنا نفس التحديات والتوجهات نحو مزيد بناء تصرف أكثر شفافية وأكثر تحكم في الموارد وأكثر حتى نجاعة على المستوى الاقتصادي. اللقاء المغربي التونسي شكل مناسبة لاستعراض أوراش الإصلاحات الاقتصادية والمالية في كلا البلدين، مما يشكل لبنة أساسية في اعتماد السياسات المالية الناجحة ودعم التكامل الاقتصادي بينهما وعلى صعيد اتحاد المغرب العربي.